صباح الخير يا ريس، كل سنه وانت طيب. صباح الفل يا سيدي. ممكن بس حضرتك توقفي لي على الاجازه بتاعت العيد بدري يومين بس؟ ماشي، روح اعمل لها سبميت وانا هعمل لك ابروف. شكرا يا ريس. يكش بس ترجع لنا فايق. استاذن حضرتك بس اول يومين في العيد اجازه. بقول لك ايه، تاني وتالت يوم العيد بس علاء طلب اجازه قبلك. طب انا محتاج اول يوم وتاني يوم. مفيش، انا عندي شورتج، مش عاجبك ما تاخدهاش. لا خلاص اي حاجه. ها خلاص تمام. اتفضل يا سيدي. عايزه اخد اجازه يا ريس. اجازه يا دكتور. اجازه يا ريس والنبي. بقول لكم ايه، ما تاخدوا كلكم اجازه وانزل اشتغل مكانكم احسن. من حقك طبعا تطلب اجازه وتاخدها في الوقت اللي يناسبك، بس مهم جدا تنسقها وتظبطها مع مديرك قبلها، خصوصا لو اجازه في مناسبات اغلبنا بيحتاجها. يعني ما تجيش قبل رمضان ولا قبل العيد وتطلب اجازه من مديرك، ولو رفض تقول انه بيقدرك. الموضوع يا صديقي محتاج بصه من زاويه المدير. يعني هتلاقي مثلا انه مطلوب يمشي الشغل في الاجازات وفي الاعياد زيه زي الايام العاديه، فيبدا يخطط له من بدري، وعشان كده مطلوب منك انت كمان انك تخطط لاجازتك من بدري وتبلغ مديرك بيها، خصوصا في الاجازات الرسميه اللي اغلب الناس بيبقوا عايزين ياخدوها، عشان لما تطلبها ما يبقاش حد له حجه عنك. سهلها على نفسك عشان كلنا نبقى مبسوطين، ورمضان كريم.